افتكر انها ما عدتش 40 سنة. ما هي دي اللي تقدر تخدمك وتشوف طلباتك، وفوق كده وكده حلوة واخدة بالها من نفسها. والله ما انا عارف اقول لك يا مصطفى. انا من رأيي لما تكلمك تاني قول لها انك انت عايز تقابلها في موضوع مهم، ولا اقول لك اطلبها انت، اديك معاك تليفونات الشركة. فكرك كده يعني؟ ما تضيعش الوقت يا طاهر، خلينا نعمل اللي علينا ونسيب الباقي على الله. ازيك يا مدام منى؟ ازيك انت يا استاذ طاهر؟ فينك من زمان، من يوم ما طلعت على المعاش ما بقاش حد بيشوفك، ولا انت يعني الشركة ما وحشتكش؟ بالعكس، الزملاء كلهم وحشوني، بس الايام بتجري من غير ما ناخد بالنا. بس انت بسم الله ما شاء الله ما تغيرتش، يمكن كمان شكلك صاغر. ما تخافش، انا ما بحسدش. مدام منى، انا بشكرك اولا عشان قبلت دعوتي. الحقيقة الموضوع اللي هكلمك فيه ما كانش ينفع في التليفون، عشان كده فضلت نتقابل. انا مش هعطلك كتير وهدخل في الموضوع على طول. وانا تحت امرك. مدام منى، اظن انت عارفة ظروفي كويس من ايام ما كنت بشتغل معاكم في الشركة. انا عشت طول عمري لولادي بعد وفاة سعاد مراتي الله يرحمها. الله يرحمها. سعاد اتوفت وسابتهم لي صغيرين ومحتاجين اللي يرعاهم. كنت ليهم اب وام لحد ما وصلتهم لور الامان. ما حبيتش وقتها اتجوز واجيب لهم واحدة غريبة عنهم. ربنا يخليهم لك. عادل وعلا بعد ما اتجوزوا بقى ليهم حياتهم ومشاغلهم، والبيت فضي عليا. وافتكر ان جه الوقت المناسب اللي ارتبط فيه بانسانة تشاركني بقية حياتي. ده من حقك طبعا. كان ضروري افكر في واحدة تقدر تفهمني وتقدر ظروفي. انا الحمد لله مستور وساكن في فيلا صغيرة ورثتها عن المرحوم والدي، والحقيقة انا مش هلاقي واحدة احسن منك تشاركني بقية حياتي. ومعلش اذا كنت يعني اتكلمت بصراحة. بالعكس، انت كده وفرت عليا كتير، وانا كمان احب اكلمك بصراحة. يا ريت. استاذ طاهر، انا طبعا مقدرة تضحيتك، بس قبل ما اقول لك رأيي احب انا كمان اكلمك عن ظروفي. انا عارف ظروفك كويس، بس اللي يمكن ما تعرفوش ان انا اتجوزت جواز تقليدي. اهلي هم اللي اختاروهولي، كنت لسه صغيرة وما كانش قدامي غير اني اوافق، لكن للأسف طلع بخيل وما بيحبش غير نفسه. فضل ورايا لحد ما صرفت عليه كل اللي معايا. استحملت علشان خاطر بنتي، والاخر اكتشفت ان هو متجوز واحدة تانية، وده بقى اللي خلاني ما كملش معاه وطلبت الطلاق. كل واحد بياخد نصيبه. علشان كده انا المرة دي لازم اتأكد كويس قبل ما اخد اي خطوة، وزي ما كلمتني بصراحة انا هكون صريحة معاك. بس الاول احب اعرف اذا حصل نصيب يعني هنعيش فين؟ في الفيلا بتاعتي طبعا. هي طريقة ادمن شوية ومحتاجة توضيبات، بس اطمني انا هعمل اللازم. ويا ترى بقى اولادك موافقين ان انت تتجوز في الفيلا؟ ولادي يهمهم راحتي ويهمهم كمان مصلحتهم. قصدك ايه؟ شوف يا استاذ طاهر، انا مش عايزة نبتدي حياتنا مع بعض بمشاكل. ربنا ما يجيب مشاكل. علشان كده انا من رأيي بدل المصاريف اللي انت هتصرفها على توضيب الفيلا تتباع احسن، ونشتري شقة تمليك باسمي، والباقي يتحط في البنك يجيبوا ارباح تعيشنا احسن عيشة. انت بتقولي ايه؟ الفيلا دي انا مش ممكن افرط فيها. انا كمان من حقي اامن مستقبلي، وكمان لازم تكتب لي مؤخر صداق كويس. ايوه بس ده يعني ايه كتير عليا؟ مش قصدي، بس الفلوس مش كل حاجة. ما تأخذنيش يا استاذ طاهر، ما حدش ضامن الموت من الحياة، بعد الشر عليك يعني. انا ما اقصدش حاجة، بس هي دي بقى الحقيقة.
ده اخر كلام عندك؟ احنا اتفقنا على الصراحة، واذا وافقت على شروطي هتلاقيني مستنياك. عن اذنك بقى، احسن انا اتأخرت على بنتي. زي ما يكون كابوس ونزاح من على قلبي. يا ما قلت لك يا عادل، لازم تفتح بابا فكرة المشروع اللي نفسك تعمله، وانت اللي كنت متردد. ما انا كنت مستني الفرصة المناسبة، وهي الفرصة جت لغاية عندك. لازم تتحرك قبل ما ابوك يتقدم لواحدة تانية. لا بابا خلاص صرف نظر عن الجواز. المرة دي يمكن عشان اللي اسمها منى ما كانتش ذكية، طمعها كان سابق تفكيرها وحطت له كل شروطها مرة واحدة، وده اللي خلاه يرفضها. وتفتكري بابا ممكن يفكر تاني في الجواز؟ بابا ما دام مخه راح للسكة دي، مش بعيد واحدة تانية تأثر عليه وتميل دماغه لحد ما يكتب لها الفيلا باسمها. ايه؟ وحتى لو ما كتبهاش باسمها، مجرد انها بقت مراته وعاشت معاه، محدش هيقدر يطلعها من الفيلا، خصوصا بقى لو خلفت منه. ده انت مخك راح لبعيد قوي. لما مخي يروح لبعيد احسن ما اكون زيك ما بتشوفش بس غير تحت رجليك. خلاص يا منال، انا هستنى يومين ثلاثة وبعدين اكلم بابا في الموضوع. اسمعني كويس يا عادل، انت طول عمرك بتحلم تفتح مشروع. الفيلا دي لو اتوضبت ممكن يتعمل فيها مطعم على اعلى مستوى، ولا كافي شوب. كافي شوب كده شيك، ما يقلش عن اللي بنشوفهم في الزمالك ولا المهندسين. ما المشكلة يا منال، بابا يعني هيقعد فين؟ انت عارفة انه ما بيرتاحش عند حد فينا، لا عندي ولا عند اختي علا. خلاص، ايه رأيك نأجر له شقة قانون جديد؟ وتفتكري بابا هيوافق؟ بعد اللي حصل اكيد هيوافق. اشمعنى يعني كان هيقعد في الفيلا واحدة غريبة؟ ايوه دي كانت هتبقى مراته وانتوا ولاده، يعني انتوا اولى. ايوه المشكلة يا منال بقى ازاي انا اقنع بابا وهو طول عمره بيعتز بالفيلا دي وبيعتبرها حتة منه. وهي الفيلا يا حبيبي هتروح فين؟ ما هي هتفضل موجودة. على الاقل انتوا هترمموها وتوضبوها بدل ما هي بقت عاملة زي الخرابة كده. انما بقى لما تعملوا فيها المشروع هتحيوها من جديد، وده اللي لازم تقنع بيه باباك. انا مقتنع بكلامك يا منال، بس خايف بابا يزعل مني. بابا طول عمره بيعمل اللي يرضيك انت واختك، وبعدين كده ولا كده هو عارف ان الفيلا دي مسيرها ليكوا في الاخر. انا اسفه يا حبيبي، بعد عمر طويل يعني. حق يا منال، لو بابا وافق تبقى دي بقى فرصة العمر. ورينا همتك انت بقى يا باشا، وانا من ناحيتي همهد لك الطريق مع باباك ومع علا اختك كمان. طيب ناوي تعملي ايه؟ اعمل ايه سيبني افكر كده ومخمخ، وبعدين اقولك. لا يا احمد، لا، انا ما اقدرش اكلم بابا في موضوع حساس زي ده. صدقيني يا علا، عادل اخوكي ومنال مراته بيتكلموا صح، وانت لازم تقفي جنب عادل وتساعديه. اساعده ازاي يعني؟ توافقي على فكرة المشروع قدام بابا عشان ما يحسش ان ده رأيه لوحده، وكمان انت ليكي دلال على باباك، طول عمره ما بيرفضلكيش طلب. دي مش لعبة ولا فستان شبطت فيه علشان بابا يشتريهولي. موضوع زي ده ممكن يأثر على بابا، ده ممكن ده بشر يجراله حاجة. اطمني يا علا، باباكي لو زعل شوية يسير ويهدى. مش ده احسن بدل ما نضيع الفرصة من ايدينا؟ والمشروع ده لو اتعمل هيعود علينا بقى يا ستي كلنا بالخير، انا وانتي وولادنا. ولا انت عاجبك الكام ملطوش اللي بناخدهم من الوظيفة؟ احنا الحمد لله احسن من غيرنا، بس الولاد بيكبروا ومصاريفهم بتكتر، ده غير بقى طلباتهم اللي ما بتخلص. انما المشروع ده هينقلنا نقلة تانية خالص. وتفتكر ان بابا ممكن يفرط في الفيلا بالسهولة دي؟ ومين قال انه هيفرط فيها؟ الفيلا هتفضل باسمه زي ما هي. كل الحكاية ان احنا هنوضبها ونروقها ونزوقها ونعمل فيها المشروع. وشوف انت بقى لما تبقي انت وجوزك صحاب مشروع. ايوه يا احمد، بس انا بقى اسمعي كلامي يا علا وروقي اعصابك كده عشان تعرفي تقنعي ابوكي. يا ترى مين اللي هيجيني الساعة دي؟ خير، الله
اللهم اجعله خير. ايوه حاضر. مساء الخير يا عم. منال، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضلي يا بنت اتفضلي. ازيك يا عم؟ ازيك انت وازاي الاولاد؟ بخير. الله، قفلت الباب ليه؟ مش تستنى عادل؟ هو ما جاش معاكي ولا ايه؟ لا يا عمي، ما هو عادل اصله ما يعرفش ان انا جايه لك. ما يعرفش انك جايه لي؟ ليه؟ هو مقاطعني ولا ايه؟ لا ابدا، ليه بتقول كده يا عمي؟ امال هقول ايه؟ ده هو واخته بقالهم اسبوع ما حدش منهم اتصل بيا. ما هو ده اللي انا جايه علشانه. فيها منال، شغلتيني. والله يا عمي انا مش عارفه ابتدي منين، بس لازم حضرتك تعرف ان عادل وعلا بقالهم اسبوع زي ما تقول كده يعني متخاصمين. الله، متخاصمين ليه كفل الشر؟ دول عمرهم ما خاصموا بعض. بصراحه يا عمي من ساعه حكايه مدام منى دي وهما مختلفين. بس انتوا كلكم عرفتوا ان خلاص صرفت نظر عن الموضوع ده؟ ايوه يا عمي، بس هما قعدوا يقولوا ازاي بابا كان هيدخل واحده غريبه عننا في الفيلا ومش موافق نعمل مشروع فيها. ما هو عادل يا عمي كان عايز يكلم حضرتك في حكايه المشروع تاني وطلب من علا تيجي معاه، بس هي بقى متردده. وده بقى اللي خلاهم يزعلوا من بعض، مش كده؟ ما تزعلش مني يا عمي، انا ما اقدرش اخبي على حضرتك حاجه زي كده، وارجوك مفيش داعي عادل يعرف ان انا قلت لك الكلام ده. مفهوم. اطمني يا منال، قولي لعادل واخته انهم يطمنوا هم كمان. ما تزعلش مني يا طاهر، انا شايف انك انت اتسرعت في الحكايه دي. كان لازم اعمل كده يا مصطفى، مش معقول كنت اقف اتفرج على ولادي وانا شايف انهم عايزين يعملوا حاجة وانا اللي واقف في طريقهم. كان لازم هم كمان يراعوا شعورك، خصوصا انهم فاهمين كويس قوي الفيلا دي بالنسبة لك تبقى ايه. ازاي هتقدر تعيش في شقة صغيرة بعد ما اتعودت على المكان ده؟ الجيل ده ما بيفكرش زي وزيك يا مصطفى، معذورين. كل حاجة بقت بتجري قدامهم وهم طول الوقت عايزين يسبقوها. خلاص يا مصطفى، العواطف والمشاعر بقت اخر حاجة نفكر فيها، مع اننا محتاجينها وما نقدرش نستغنى عنها. وناوي على ايه دلوقتي؟ انا لميت اللي اقدر عليه في الشنط، وبكرة الصبح عادل ابني هيجي عشان يوصلني بعربيته. بكرة من بدري هتلاقيني عندك. مفيش داعي تتعب نفسك، انا هبقى اتصل بيك واديك عنوان الجديد. معلش يا طاهر، برضه لازم اجي. امر الله، اللي تشوفه يا مصطفى اللي تشوفه. انا خلاص يا بابا قفلت الشنط وحطيتهم في العربية، ما فاضلش غير الشنطة الصغيرة اللي جنب حضرتك على الكنبة. امال اختك فين؟ علا مستنية بره. والاستاذ مصطفى؟ بيستف الشنط في العربية. طيب يا عادل، سيب لي الشنطة دي واسبقني انت، في شوية رفايح حطهم فيها وحصلك. حاضر يا بابا، على اذنك. فاكرة الصورة دي يا سعاد؟ دي الصورة اللي اتصورناها سوا ليلة دخلتنا. انا هاخدها معايا عشان اتعودت اقف قدامها واكلمها. شفت يا سعاد كنت جميلة ازاي، وفستان الفرح هينطق عليكي. فاكرة كمان ليلة فرحنا اللي عملناها في جنينة الفيلا؟ انا عمري ما نسيتها. كانت ولا ليلة من ليالي الف ليلة وليلة. لسه صوت المعازيم والزفة في وداني زي ما يكون دلوقتي. كانت احلى ليلة في عمري، يومها كنت طاير من الفرحة. الجنينة كانت مليانة نور وزرع وورد من كل نوع، بس انت كنت اجمل وردة فيها. دلوقتي خلاص الجنينة فضيت
مبقاش فاضل فيها غير شجرة الفل اللي زرعتها لك عشان عارف انك بتحب ريحته. ما هنش عليها تدبل زي ما اكون حاسه اني بحبها عشان بتفكرني بيكي. والساعة دي كمان يا سعاد فاكراها؟ انا لسه محافظ عليها وبملاها كل يوم عشان تفضل تدق زي زمان. ولما تدق 7 مرات افتكر لما كنت بتصحيني كل يوم وتقولي لي اصحى يا طاهر الساعة بقت 7 يلا عشان تتأخر قوم بلاش كسل. صوتك كان دايما دافي وحنون ولمسة ايدك وانت بتصحيني كانت زي لمسة الموجة الحنينة وهي بتلمس الرمل الناعم. عارفة انا ساعات كنت بعمل نفسي نايم عشان اسمع صوتك واحس بلمسة ايديكي. فاكرة يا سعاد؟ فاكر لما كنا بنقعد نشرب الشاي بعد الظهر في المكان ده والولاد يتنططوا حوالينا؟ فاكرة كنت بتقولي لي ايه؟ انا فكرك كنت دايما تقولي لي نفسي لما الولاد يكبروا يا طاهر نجوزهم ويعيشوا معانا، الفيلا ممكن تكفينا كلنا. ولا اقول لك يا طاهر احنا نحوش من دلوقتي عشان لما يكبروا يبقى معانا فلوس نبني لهم دور فوق الفيلا يسكنوا فيه. كان نفسي احقق رغبتك لكن يا خسارة هما كمان اختاروا يعيشوا لوحدهم. دي مفاتيح زوبة يا سعاد كنت هنساها. فاكرة زوبة يا سعاد العربية اللي اشتريتها عشان نخرج نتفسح بيها مع الولاد بقت موديل قديم لكن انا لسه محافظ عليها. اللي يشوفها يفتكرها جديدة. عارفة يا سعاد في اجنس عربيات كان عايز اشتريها بمبلغ كبير قوي بس انا مرضتش افرط فيها. ريحتك الحلوة لسه فيها يا سعاد ولسه بفتكرك وانت قاعدة جنبي زي البدر المنور وانا سايق العربية وطاير من فرحة. هنا في الصالون ده كنا دايما بنحتفل بعيد ميلاد عادل وعلا وكانوا اصحابهم ييجوا ويجيبوا لهم هدايا كتير ويملوا البيت مزيكا ورقص وغنى. عادل وعلا دلوقتي كبروا وخلفوا هما كمان بس ما بقتش اشوفهم كتير. فين وفين لما يفكروا ييجوا عشان يقضوا ساعة ولا 2 معايا. بقوا بيوحشوني قوي هما كمان يوحشوني زي ما انت بتوحشيني. لا انت بتوحشيني اكتر قوي يا سعاد. هتفضلي توحشيني لاخر لحظة من عمري. مصطفى ده متأخر ليه؟ ده قال انه جاي ورايا على طول. لازم في حاجة مأخراه. انا هطلع اشوف فيه ايه. استنى انا جاي معاك. ايه ده؟ بابا مرمي على الارض كده ليه؟ لا اله الا الله. مصطفى بتعمل ايه؟ ابوك اتوفى يا عادل. ايه؟ الله يرحمك يا بابا مات وهو ماسك مفتاح الفيلا في ايده ملحقش يقفلها سابها لكم مفتوحة عشان تستخدموها في مشروعكم.
الله يرحمك يا بابا، يرحمك. يا ريت ولادكم لما يكبروا